لازم نعرج على اليمن، وكل جمعة على كل حال نشهد الملايين في الشوارع اليمنية التي تهتف من أجل غزة وفلسطين، وموقفها ثابت. وفي عندنا بقولوا محطة أسبوعية كل خميس مع السيد الحوثي لكي يعني يطلعنا على كل جديد ويجدد ضخ المعنويات وإلى ما هنالك. باتت معركة منفصلة، ويمكن القول أنه اليمن هو ما بعد غزة، لأنه كسر هيبة الأمريكي على مستوى العالم. يعني أعتقد إذا كانت غزة اليوم المواجهة مباشرة مع الكيان وغير مباشرة مع الغرب، اليمن لا، العكس تماما، المواجهة المباشرة مع الغرب. ومع الغرب مع مين؟ مع الاستعماريين القديم والحديث. الاستعمار القديم اللي بتمثله بريطانيا، والاستعمار الحديث اللي بتمثله الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي بشكل مباشر. حقيقة هوني يعني قبل أن نذهب بهذا الإطار يتساءل الواحد، فعلا هن اليمنيين عرب يعني، وبالجزيرة العربية عرب يعني؟ ما بعرف ما فيهم جينات عربية، ما في شيء غلط الصراحة يعني. هن العروبي نحن مش عرب يعني. في النهاية بدك توصل لمكان انه نحن مش مثلهم. هودي شعب مختلف، هاو ناس مختلفين، هاو قوم عندهم نبل، عندهم شجاعة، عندهم نخوة، عندهم مروءة، عندهم اقدام، عندهم تضحية ما شفناه عند اي شعب في العالم بصراحة. ولذلك لما بتيجي تقول عرب، لا عيب، بكون عم نسبهم. انا برأيي في مسبة لما بقول انا والله عرب المملكة العربية السعودية وعرب اليمن، في مسبة هون، في مسبة. انا عم سبه لليمن، عم بقول هو عرب وهو عرب. يمكن دورهم تصحيح هذا المسار عظيم. اذا هن جينات مختلفة، وبالتالي بدهم يصححوا ان شاء الله على الامة كلها. شكرا جزيلا لك. يعني اليمن الذي يقوم به هو اكبر من ان تعبر عنه الكلمات. اليمن الخارج من حرب، من حصار بكل اسف 8 سنوات، الذي دفع في اليمن لتدمير اليمن خلال السنوات ال8. لو دفع لكان نحن معنا كيان غاصب، لكانت فلسطين من البحر الى النهر.